السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا جماعة؟ عاملين ايه؟ يا رب كلكم تكونوا بخير. اللهم صل على سيدنا محمد عليه افضل الصلاة والسلام. بصوا احنا هنغير الانتريه بتاعنا بقى ونجدده، بقى له 10 سنين بالشكل ده. بصوا هو كان لونه نبيتي كده ومشجر، والسجادة طبعا نبيتي، والستارة بتاعته نبيتي وبلتكانة. بصوا الشلت بتاعته يعني ايه، بقت قديمة وهبطانة خالص. بصوا المنظر. وهنا بصوا كده بقى احنا هنغيره. هعمل ايه دلوقتي؟ هبيض الخشب النبيتي ده، هبيضه ابيض. وهعمل الترابيزه برضو هبيضها ابيض، وهنجده بقى هعمله تنجيد. والستاره النبيتي دي بصوا هشيلها خالص خالص، وهبيض الانتريه بدل ما هو اصفر كده هبيضه كله ايه، يبقى ابيض. بصوا كده الحيطه دي هخليها ابيض، وال والخشب نفسه هبيضه ابيض، وهنجده بقى ايه، هعمله لون تاني احلى طبعا واجدد يعني. بصوا كده. وهنا كان في ركنة تانية كده زي كنبة حمراء وكرسي، دول هشيلهم خالص خالص، وهحط مكانهم ايه، الكنبة الجديدة. هنا بصوا انا عملت ايه بقى، بيضت الكراسي كلها ابيض، وركبت الستارة ابيض، وحطيت فيها الكحلي المشجر ده. وهنا كده عملنا السفنج، طبعا الراجل جدده وعملوا كحلي فرصاصي كله. وبيضنا الحيطة ابيض بدل ما كان لونها اصفر كده. ترابيزة برضو بيضناها. بصوا كده انا ما عنديش سجادة بقى ايه تمشي معاها، هجيب هحط السجادة الاولانية اللي كانت عندي. وهنا عملت كنبة، دي ركنة كده، كنبة كحلي برضو عشان تزود المكان يعني يبقى اوسع. أهي. والسجادة بقى نبيتي هحطها، وهجيب وراها فوقيها ايه، هحط الكفر الرصاصي ده. بصوا كده حطينا الكفر. الكفر طبعا مش غالي زي السجادة، السجادة طبعا غالية، بس دي